يحكى إن في مؤلف كبير قعد في مرة مع نفسه، مسك القلم وبدأ يكتب. السنة اللي فاتت أنا عملت عملية المرارة وفضلت شهور في السرير، بقى عندي 60 سنة وطلعت على المعاش بعد 30 سنة خدمة. والدي توفى وابني عمل حادثة. وختم الكلام: فعلا دي كانت سنة وحشة جدا. دخلت زوجته الحكيمة، شافت اللي كتبه، خرجت في هدوء وشوية ورجعت ومعاها ورقة، حطتها قدامه ومشيت. بص لقى مكتوب فيها: السنة اللي فاتت انت خفيت من وجع المرارة اللي ما كنتش عارف تنام بسببه. انت وصلت 60 سنة وطلعت على المعاش وانت بكامل صحتك وعافيتك، وهتتفرغ دلوقتي للتأليف والكتابة بعد ما تعاقدت مع دار نشر كبيرة. والدك عاش 85 سنة بصحة وعافية ومات في هدوء وما كانش تقيل على حد، وربنا نجى ابنك من حادثة موت من غير